أشرف حكيمي وفي أول بودكاست له يتحدث عن تفاصيل طلاقه من التونسية هبة أعبوك. نجم أسود الأطلسي والمنتخب المغربي أشرف حكيمي تحدث عن العديد من المواضيع في حوار شيق له مع الإماراتي الشهير أنس بوخش. أشرف حكيمي مشهور بقلة حديثه وقلة ظهوره الإعلامي، فهذا أول حوار له، أول انترفيو له في مسيرته بكرة القدم، أو أول بودكاست أيضا للاعب. اللاعب كشف العديد من المواضيع نظرا إلى اللاعب كما قلت لكم أنه لا يتحدث كثيرا، فكشف عن العديد من التفاصيل سواء في مشواره بكرة القدم، سبب احتفاله الاحتفال الشهير أمام المنتخب الأسباني والذي استفز الأسبان وما زال يستفز الأسبان، وأوضح سبب احتفاله أمام المنتخب الأسباني، وتحدث عن موضوع يمكن أضاف شهرة كبيرة بعيد عن الشهرة الأصلية للاعب بطبيعة الحال كونه من أحد أفضل لاعبين كرة القدم عالميا، ولكن أضاف شهرة كبيرة جدا عالميا لأشرف حكيمي شخصيا، وهو طلاقه من هبة أعبوك وما حدث بعد طلاقه. لمن لم يعلم خلفية الموضوع، بأن أشرف حكيمي عندما حدث الطلاق بينه وبين هبة أعبوك، تفاجأت هبة أعبوك، ونحن نعلم أنه بأوروبا وبالخارج عندما يتم الطلاق بين زوجين تأخذ الزوجة نصف تقريبا ثروة الزوج، وتقتسم معه جميع المقتنيات سواء المنزل، السيارة، العديد من الأشياء، وتختلف هذه القوانين من دولة لدولة. فتفاجأت هبة أعبوك بأن أشرف حكيمي لا يمتلك شيئا، وهذا لأن أشرف حكيمي يكتب كل شيء في اسم والدته، وصرح وأكد هذه الشائعة وأكد هذا الخبر في الانترفيو له مع أنس بوخش بأنه دائما يكتب كل شيء عند والدته، وكل أمواله هي لوالدته وليست في اسمه وليست في حسابه البنكي. أشرف حكيمي أعطى مثالا قويا لجميع الشباب المغاربة، وأعطى مثالا قويا للشباب العربي، وارتباطه القوي بأمه وبعائلته واستئمانه لأمه كجميع الشباب المغاربة، والذي أثار فعلا فضول وحب وإعجاب جميع متتبعين كرة القدم العالمية الذين لا يعرفون التقاليد العربية والتقاليد الإسلامية والأمازيغية عالميا، والذين تحدثوا كثيرا عن علاقة المنتخب المغربي ولاعبين المنتخب المغربي عندما رأوهم يحتفلون مع أمهاتهم بالمونديال السابق، بمونديال قطر. لاعب مثل أشرف حكيمي يعطونا مثالا قويا للشباب المسلم والشباب العربي والأمازيغي. اكتبوا لي أنتم في التعليق ما رأيكم في تصرف حكيمي. لا تنسوا أيضا متابعتي زياد بن يوسف.